في حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، لو اي حد تعب لا قدر الله وراح للدكتور، فالدكتور بيديله روشته العلاج. فالروشته بيبقى فيها الوان مختلفه على حسب. في روشته ممكن يبقى لونها بينك زي دي كده، وعلى فكره دي روشته بيبقى شكلها كده، بتبقى مربعه ويبقى مكتوب فيها من الناحيه الثانيه، بس انا مش هوريها بيبقى فيها اسمك وعنوانك ورقم التامين الصحي بتاعك واسم الدكتور والختم بتاعه والامضه والعلاج اللي هو كاتبه لك. غالبا بتبقى بتطبع على الكمبيوتر وهو في النهايه بيمضيها وبيختمها وبيديها لك. ف زي دي كده، او ممكن تبقى الوان تانية زي دي مثلا خضراء او لبني على حسب. اختلاف الالوان ده لازم تفهم منه حاجه. اولا لو الروشته بتاعتك بينك زي دي معناها ان التامين الصحي هيغطي العلاج اللي جوه الروشته، ايا كان الحاجه اللي موجوده جوه الحاجات اللي هو كاتبها لك. بتدفع انت 5 يورو في الاغلب، 5 يورو من ثمن العلاج، وبتاخد العلاج مجانا ايا كان قيمه العلاج اللي في الروشته دي. لو العلاج قيمته 100 يورو فانت بتدفع 5 والتامين بيغطي لك الباقي. لو العلاج قيمته 10 يورو انت برضو بتدفع 5 والتامين هيغطي لك الباقي. لو الروشته بقى لونها اخضر او لبني او ايا كان، في الحاله دي انت اللي هتدفع لنفسك العلاج، فعلى حسب قيمه العلاج كلها انت هتغطيها. فالافضل ان انت تسال الاول لو انت يعني مش مستعد انك تدفع مبلغ او لسه مش عارف اصلا العلاج هيكلف كام، فعادي ممكن تاخد الروشته. انا ساعات كنت بعمل كده في الاول. فروح الصيدليه وقول له لو سمحت عايزه اعرف العلاج ده قيمته كام، فهيقول لك السعر. في حاجه تانية مهمه جدا عايزه اقول لكم عليها برده، الروشته دي مش صالحه للاستخدام طول السنه، على حسب الدكتور بيديها لك امتى. المفروض الروشته هنا صلاحيه الروشته بتتقسم على حسب نظام. هنا هم عاملينه نظام الكوارتال اللي هو السنه فيها 4/4 وكل ربع فيه 3 شهور. فالروشته المفروض بتبقى صالحه لكل ربع. فبمعنى الربع الاولاني من السنه هو شهر يناير فبراير مارس، فانت لو خدت الروشته دي في اول يناير فانت تقدر تصرفها لحد اخر شهر 3، فهي صالحه تروح توديها للصيدليه، التامين هياخدها منك ما فيهاش مشكله. ولكن لو الروشته دي انت مثلا الدكتور اعطاها لك اخر اسبوع او اخر يوم في مارس، وانت رحت تجيب العلاج في اول شهر ابريل، اتاخرت او ايا كان وقلت هجيب العلاج بكره، ورحت الصيدليه في بدايه شهر ابريل، الروشته دي غير صالحه. لازم بقى تعمل ايه؟ تروح تجيب روشته جديده تكون صالحه في الكوارتال او في ربع السنه اللي انت فيه، اللي هو ابريل مايو يونيو. طيب لو الروشته بتاعتك انتهت صلاحيتها وانت اكتشفت ده بالصدفه يعني، ومحتاج تجيب العلاج اللي فيها، هتعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما تتصل بيهم وتقول لهم ان انت عايز روشته جديده لان اللي بتاع الروشته اللي معاك از ابجلاوفن تاريخ صلاحيتها انتهى، او تبعت لهم ايميل، وده في الغالب الحل اللي هتلجأ له لان هم مش بيردوا على التليفونات، عشان بس ما تقعدش وراهم تجرب 50 60 مره في الاخر مش هيردوا عليك. فابعت لهم ايميل وقول لهم انا فلان فلاني اخدت الروشته دي، ممكن تبعت لهم حتى سكرين شوت منها، اخدتها ودي تاريخ صلاحيتها انتهت يعني، وعايز روشته جديده. فهتقول لك تمام تعالى العياده يوم كذا الساعه كذا خدها، ومش محتاج تكشف تاني ولا محتاج تشوف الدكتور تاني ولا اي حاجه خالص، هي بس هتروح تديها لك وهتمشي مفيش اي مشكله. في حاجه تانية، كل مره بتروح فيها للدكتور برضو بتعتمد انت رحت له في انهي ربع في السنه. لو انا دلوقتي كنت عند الدكتور في شهر مارس تمام، ورحت له بعدها باسبوع في شهر ابريل، هضطر في الحاله دي ان انا يعمل لي سكان جديد للكارت بتاعي عشان لما اجي اصرف علاج يبقى الكارت شغال. لكن انا ما كنتش اعرفهم بصراحه. لما جيت هنا كنت باخد روشتات دايما ملونه، مره بينك ومره اخضر، وانا مش فاهمه ايه الفرق يعني، بس حاليا يعني خلاص بعد 10 سنين هنتعلم. وصلاحيه الروشته طبعا دي حاجه مهمه جدا، وخصوصا لو العلاج اللي فيها انت محتاجه بشكل ضروري. بس كده، اكتبوا لي في الكومنتس لو حابين تعرفوا عن حاجات هنا في العيشه، في نمط الحياه، في حاجه معينه انتوا حابين تستفسروا عنها او عندكم اسئله عنها، وهجاوب لكم عليها ان شاء الله. وبس كده، تشاو.